بص يا معاذ، عم ابراهيم هيقعد معانا هنا. ده بقى يا سيدي جوزي. عم ابراهيم حنين وبيحبك قوي، ممكن تقول له يا بابا كمان. ازيك يا عم؟ ازيك يا ميزو يا عسل، انا بحبك قوي. وعلى فكره تقدر تقول لي يا بابا عادي يعني. ايوه ماما، بس ده مش بابا. انا مش هعرف اقولك يا بابا لانك مش بابا. انا عارف بابا كويس وبحبه. اقول لحضرتك يا بابا ليه؟ عشان انا قلت لك بلاش، قلت لك لازم نمهد له الاول. يوه معاذ يا حبيبي، عم ابراهيم هيقعد معانا هنا، هو بيحبك، هيجيب لك كل حاجه نفسك فيها زي ما كان بابا بيعمل معاك بالظبط. بس انا مش عايز حاجه من حد، بابا بيجيب لي كل اللي انا عايزه. طب بص يا حبيبي، انا هدخل اغير هدومي واريح شويه، ولما نصحى نتفاهم. وانت يا عم رايح فين؟ معاذ تعبني قوي، طول الوقت ساير وغضبان، مبقتش عارفه اتعامل معاه ازاي. ما انت غلطتي غلطة كبيرة قوي. حد يفرض على عيل دخلت واحد راجل غريب على ضيق على طول على اوضه النوم، وكمان يقول له بابا وبيحبك؟ في حد راجل غريب يحب واحد ما يعرفوش؟ تخيلت انه صح يعني. صح ايه؟ وتقولي له يقول له بابا وهيجيب لك حاجات ويجيب لك كل الحاجات اللي ابوك بيجيبها لك؟ ما ينفعش. مش هيعيش معانا. هيعيش معاكوا، بس ما تقدريش تفرضي راجل غريب على ولد متربى مع ابوه وامه. ما ينفعش. العيال لازم نعمل لهم تمهيد، فاحنا لازم نرجع ورا كتير قوي. كان مفروض تاخدي ابنك والراجل ده وتروحوا تتقابلوا في حته بره، في كافيه، في جنينه، فالولد يشوف الراجل وانتي تبصي بمنتهى الانتباه ايه النوع الاحساس اللي بيتبني او ما بيتبنيش بين ابنك وبين الراجل ده. تبتدي تشوفي اذا كان في حس، ما فيش حس. ما يمكن يشوفوا ما يعجبوش ويمكن يشوفوا يعجبوا. يبتدوا يتكلموا، يتعرفوا على بعض، تعملي العملة دي كذا مرة، وبين تبتدي تسألي ابنك. العيال محتاجة احترام، احترام في احاسيسها، احترام في وجود ابوه. الواد بيحب ابوه وعارف مين ابوه. تخيلت انه صغير. صغير ايه؟ عنده 10 سنين يا حبيبتي، وعاش 10 سنين مع ابوه، يعني ابوه راسخ جواه. دي حاجه لازم تاخدوها في الاعتبار. العيال ما تقدروش تعملوا بيهم اي حاجه انتوا عايزينها كده. وبين تساليه لو ماما عايزه يبقى لها شريك جديد في حياتها، انت رايك ايه؟ تاخدي رايه، يقوم يحس ان هو مهم بالنسبه لك. هو فعلا مهم. الطريقه اللي انت عملتي بيها الموضوع ده ما فيهاش اي نوع من الاهميه. انت خدتيه قلمين كانه هو لا ليه اي قيمه، وبعدين تقولي له سميه. ده انت ممكن تقول له بابا وكمان يجيب لك الحاجات اللي ابوك بيجيبها لك. انت غلطتي غلطه كبيره قوي. زوجك الجديد تفهميه، وهو شاف الوضع وسمع الكلام بتاع الولد. فمفروض الراجل ده النهارده يروح بيته، ما ينامش هنا خالص ولا يخش البيت ده. وشويه شويه الولد يبتدي يتعرف عليه، وما يقولوش انا بحبك وهو ما يعرفوش. انتوا فاكرين العيال ما بيفهموش؟ العيال فاهمين كل حاجه واكتر منكم. بس هو ابني انا، المفروض انا وهو اللي نتكلم مع بعض. هو ماله؟ ما هو انت فارضه الراجل عليه وبتقولي للولد سميه بابا، فانت دخلتي الراجل بالعافيه في الموضوع. عشان كده بقول لك كده. فالراجل ده يروح النهارده. فلو الراجل ده محترم وعاقل ومسؤول هيبقى فاهم ان الولد محتاج وقت معاه، ويديله المساحه دي ويبتدي يتعرف عليه. وبعدين تتكلمي مع ابنك والراجل يتكلم معاكي ويتكلم مع الولد، وتبتدوا تتكلموا كده شويه شويه، فالولد يحس ان هو متاخد في الاعتبار، وجوزك يحس ان هو داخل على علاقه بين امه وبين ابنها تحترم. فانت كمان بتحطي نفسك في مكان فيه احترام بالنسبه للراجل الجديد، بتفهميه ان انا ابني مهم بالنسبه لي، فالراجل ده يحس ان هو لازم يعامل الولد ده باهميه. انت بتخلقي عدوانيه كان ممكن نتفاداها جدا بينه وبين الراجل ده. فاحنا بنشوه صوره الام وبنشوه مكانته مع الراجل، وبنخلق عدوانيه ممكن نعيش فيها. كل دي تراومات. وبعدين ايه بعد كده؟ يروحوا يدوروا ايه على انهم ايه يصلحوا نفسهم عند الدكاتره النفسيين. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله ان احنا أشكرك اتكلمنا، جداً. ويا رب الكلام يكون فايد ان شاء الله. ان شاء الله.